السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الفيديو عن تجربة حلة السيراميك في الطبخ. هنشوف هي هتلزق ولا لا. انا عندي الحلل التيفال ابتدت تقشر، فلما بعمل الرز يعني تقريبا ربعه او اقل شوية بيلزق في الحلة من تحت، وده طبعا هدر للرز. انا ما برميهوش، انا بسيبه في الفريزر، بحوشه للكلاب عشان بستحرم ان انا ارميه، لان هي برضو بتبقى كمية مش قليلة. تمام. فدلوقتي هنطلع الحلة السيراميك في الجهاز بتاعي، اول مرة هستخدمها فقلت استخدمها معاكم. لسه في كرتونتها اهي وبتغلفتها، قلت استخدمها معاكم. ده شكل الغطا ستانلس ستيل، والايد بتاعته من السيراميك. انا مش عارفه هو سيراميك ولا جرانيت، مش متاكده قوي. وده اللون بتاع الحله والمقاس. انا حاسه ان المقاس ده مناسب. دي مقاس حله، مقاس 24. تعالوا نجربها مع بعض ونشوف هيلزق فيها الرز ولا لا. طبعا انا هغسلها قبل ما استخدمها. تمام. طلعت لها اسفنجة ناعمة مخصوص عشان احافظ على الطبقة بتاعت السيراميك ان هي ما تتخربش. هغسلها وهبتدي اعمل الرز فيها ونشوف النتيجة في الاخر هتبقى عاملة ازاي. هبتدي احط السمنة. ثلاث معالق كبار سمنة. وعندي نص كوبايه شعريه متحمره جاهز. انا باجي في بدايه رمضان باخد كيس الشعريه كله واحمره بدون سمنه، وبحفظه عندي في علب بلاستيك بحيث ان انا وقت الاستخدام استخدمه على طول. بعمل كده برضو في لسان العصفور برضو. تمام. هحط السمنه العصفور سوري، هحط الشعريه على السمنه. تمام. وهقلب على طول وانزل عليها بالرز على طول، لان هي كده كده متحمره من الاول يعني. نزلت بالرز على الشعريه. تمام. هقلبهم مع بعض. تمام. وهنزل عليهم بالملح 3 معالق ونص، لان انا حاطه 3 معالق رز ونص شعريه. 3 ونص. تمام. وهبتدي اقلبهم واغلف الرز كله بالشعريه بالسمنه عشان الرز يطلع مفلفل، يطلع حبايه حبايه. تمام. انا مجهزه ميه مغليه، هنزل عليهم بالميه المغليه. بحط الميه وبقلب الرز. تمام كده، مش محتاج ان انا ازود له ميه تاني. واغطي عليهم. تمام. هعلي النار بس شويه لحد ما الرز يغلي، وبعد كده اول ما يغلي هوطي عليه تاني. انا هنا حبيت اوريكم موضوع الشعريه اللي محمراها. طبعا بتبقى كميه اكتر من كده، بس عشان انا بسحب منها بقلب. ده بحطها في علب تupperware محكمه الغلق، وبتقعد عندي بتطول يعني. انا مش بحط لها اي سمنه، انا بحمرها كده في طاسه او في صينيه بدون اي اضافات، بس مجرد تاخد اللون بطفي عليها واسيبها تبرد، وبعد كده بقى احطها في العلب تفضل معايا بالشهور يعني. بحطها في ضرفه المطبخ. تمام. وبسحب منها كل ما عاوز اعمل رز بشعريه او اعمل شوربه لسان عصفور، بسحب منها. البخار يطلع والرز يغلي، هبتدي بقى اوطي عليه واسيبه على نار هاديه جدا تلت ساعه يستوي. وتعالوا بعد كده نشوف النتيجه، هل الرز هيلزق في الحلل السيراميك او الجرانيت زي الحله التيفال. طبعا انا الحله التيفال اول ما جبتها ما كانش بيلزق، بس هي عشان ابتدت تقشر فابتدى يلزق كميه في القعر بتاع الحله. خليكم معانا لاخر الفيديو عشان نشوف النتيجه مع بعض.
احنا فتحنا على الرز عشان نشوف الميه بتاعته نشفت ولا لا. تمام، هديله تقليبه وهغطي عليه تاني. دلوقتي بعد ما الرز استوى هنشوف اذا كان لازق في الحله ولا لا. نبتدي نقلبه كده. بصوا هو بيتحرك معايا، بصوا ما لزقش في الحله. قرب كده ما لزقش في الحله. تمام، وكده التجربه نجحت. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.